وصلوا بيها للعالمية، وأقل واحدة بتكلف 4000 جنيه وبينافسوا بيها موديلات باريس ولندن. أصل تصميمها مش هتلاقي غير في مكان واحد بس. جلابية العمار مش مجرد جلابية عادية، ده تاريخ بقاله قرون لأهالي القليوبية. بس إيه سر الجلابية دي وليه بتكلف ألوفات وإزاي وصلت للعالمية؟ كل ده هتعرفوا معانا في الفيديو ده. محافظة القليوبية المعروفة زمان بشهرتها في الزراعة، خصوصا زراعة الفواكه زي المشمش والتين البرشومي، طلع ليها تاريخ طويل في صنعة محدش كان يتخيلها. القليوبية دلوقتي بقت معروفة بالجلابية الفلاحي، بس مش أي جلابية، دي جلابية العمار اللي وصلت للعالمية واللي بقت الزي الرسمي للأهالي هناك. مش بس كده، دي جزء من تاريخ القليوبية وعلامة من علامات قرية العمار في مركز طوخ. أصل الموضوع مش مجرد هدوم، لا ده تراث وأصل وتاريخ بيتنقل من جيل لجيل، وشكل بيحكي عن ستات مصر الجدعان اللي عمرهم ما تخلوا عن قيمهم ولا عن لبسهم الحقيقي اللي بيعبر عنهم. اول ما تدخل العمار هتلاقي منظر ما يتشافش غير هناك، ستات من كل الاعمار، صغيرين وكبار، لابسين جلابيه واسعه مليانه كسر وطيات من فوق لتحت، وتحتها طبقه مموجه شكل جميل وراقي وفي نفس الوقت محتشم. عشان كده اهل القريه بيعتبروها زي شرعي ووقار. الجميل بقى ان الجلابيه دي مش موضه وعدت، بالعكس دي بقت دلوقتي بتنافس عالميا، وبيشتروها الاجانب عشان يظهروا بيها على ارقى الشواطئ في مصر وبره مصر. الناس من بره البلد بقوا يعتمدوا التصميم ده كستايل راقي ومختلف. واحد من اقدم الترزي هناك واللي بقالهم اكتر من 15 سنه بيفصل جلاليب فلاحي، بيقول ان الفلاح عمره ما كان بيحب الرخيص، الفلاح بيحب الحاجه القيمه. تخيل ان جلابيه الفلاح الرجالي النهارده ممكن تكلفك 1000 جنيه قماش غير الخياطه، سعرها بيوصل 2000 جنيه، ده غير العبايه ودي لوحدها 2000 كمان، يعني طقم يجي 4000 جنيه اغلى من بدل كتير حسب اليوم السابع. اصل الجلابيه عندهم مش لبس وخلاص، ده فخر وتراث وعادات. نيجي بقى لستات العمار في القريه، مفيش شارع الا وفيه ترزي بيفصل الجلابيه دي، حتى الستات نفسهم بقوا يدخلوا المجال ده ويفصلوا ويساعدوا ازواجهم ويزودوا دخل البيت. واحد من الاهالي هناك واللي شغال في مجال الجلاليب قال ان الجلابيه دي مش لبس، دي ستر، وتاريخ اهالي القريه محافظين عليه من مئات السنين. وقال للوطن ان من عاداتهم لما عروسه بتتجوز اهلها بيجيبوا ليها اقمشه بالوان مختلفه ويحطوها في جهازها، ودي حاجه اساسيه ما ينفعش تتشال. لو ايه ده صيت الجلابيه دي وصل لبره مصر وناس كتير بقت تشتريها وكمان تسافر بيها لانهم بيعتبروها تراث مصري زي الاثار. الجلابيه دي معموله من اقمشه فخمه زي القطيفه والمرمر والستان والكريشه، وكل واحده حسب ذوقها. بس الغريب ان مع كل الموضه واللبس المستورد اللي دخل، الجلابيه العماري لسه واقفه، لسه بنات اقل من 16 سنه بيطلبوها ويفصلوها لانها مريحه شيك ومش بتبرز الجسم ولا بتقيد الحركه، ومليانه حياء وشياكه مختلفه. ودلوقتي قول لنا، جربت تشتري جلابيه العمار قبل كده؟